واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. داري على شمعتك وانت اصلا مفضوحه، يعني انا ولا مؤاخذه بالكلمه يعني. يعني انت حياتك مشاع، كل دقيقه من عمرك على السوشيال ميديا، على وسائل التواصل الاجتماعي. انا عندي يا جماعه امساك مزمن وشرح بقى، عندي اسهال مزمن وشرح، يعني ما احنا كلنا عندنا الحاجات دي. القولون مقلوب عند المصريين كلهم، احنا مالنا يعني؟ ليه ده هيفيدنا احنا بايه يعني حبيبتي؟ احنا عندنا بؤس ما يكفي كل الناس، فمش ناقصين تبقسينا فوق بؤسنا يعني. فانتي ندب موجود كله، فرح كل حاجه، يعني ناقص تجيبي كاميرات في البيت كده، سبوت كده، كل كاميرا حتى في الحمام زي ستار اكاديمي كده عشان الناس تعيش معاكي. يعني ده حبيبتي قلبي، ده النجوم الستارز ما بيعملوش كده يعني، مش معقول مفيش اي خصوصيه خالص. حاولي تكون عندك برايفسي شويه، مش معقول. حاولي. وبعدين تكوني مطلعه 30 صاحبتك، وقبلها تقولي استغفر الله العظيم، وتبقي قاعده استغفر الله العظيم مش عارفه ايه، تبقي انت اصلا واخده جوزها منها او متكلمه عليها كلام يعني ينجس البحر الاسود والبحر المتوسط والبحر وكل حاجه. وتكتبي على الفيسبوك او على اي حاجه من الحاجات دي، حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت امري اليك يا رب. لا كده كتير، كده كتير يا حبيبتي. ونحاول ان احنا نغير من نفسنا شويه، نحاول كده وعشان العمر اللي راح مش قد اللي باقي، فنحاول نتقي الله في نفسنا الاول، ويبقى فيه شويه برايفسيه في الموضوع، عشان احنا تعبنا خلاص. تعب حبيبتي. يلا برنسيسة الجميلات، ربنا يوفقك يا حبيبتي ان شاء الله. سلام عليكم.